بعد ما أشهرت إسلامي ودلوقتي بقالي 26 سنة، هل ندمت على قرارات؟ هل ندمت على حاجة في خلال ال26 سنة دول؟ جدا. وفي قرارات لو رجع بيا الزمن مش هاخدها. يعني محتاجة أرجع 15 20 سنة، وفي قرارات ما كنتش هاخدها. النهاردة جاية أتكلم معاكم عن أكتر حاجة ندمت عليها بعد ما قربت من ربنا. آم، زي ما قلت لكم، لو رجع بيا الزمن 15 20 سنة، في حاجات كتير كنت هغيرها. مش عشان انا كنت انسانة وحشة، بس عشان كنت بضيع وقت ومجهود ومشاعر في حاجات ما تستاهلش. كلنا بنغلط، وكلنا عندنا ماضي، وكلنا عندنا قرارات لو رجع بينا الزمن كنا هنفكر فيها 1000 مرة. بس الجميل بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيفتح لنا باب التوبة في اي وقت، بيخلينا نتعلم من اخطائنا بدل ما نعيش أسرى ليها. مش هنفضل طول العمر واقفين عند نفس الغلط. في باب توبة وفي مغفرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة كنت ندمت عليها وتعلمتها متأخر، إني كنت بخلي كلام الناس يأثر فيا زيادة عن اللزوم. يعني لو كان حد انتقدني كنت بزعل وافرح لو حد مدحني، وأعيش على رأي الناس فيا. مين شايفني حلوة، مين شايفني وحشة، لحد ما فهمت ان رضا الناس مستحيل، حقيقي مستحيل، وان الاهم هو رضا ربنا عني. لو ربنا راضي عني كل حياتي هتبقى زي الفل. تاني حاجة اني كنت بقلق على المستقبل اكتر من اللزوم. هي يمكن لسه موجودة فيا حتة صغيرة من الموضوع ده، بس مش بقلق زمان. يعني بفكر في المستقبل، بس بسيبها على ربنا. لكن زمان كنت بقعد افكر واضيع وقت كتير قوي. هيحصل ايه بكره؟ هعمل ايه بعد سنه؟ يا ترى احلامي هتتحقق ولا لا؟ يعني طب هعمل ايه؟ طب هيحصل ايه؟ واضيع مشاعر كتير قوي في حاجه انا مش ضامنه هعيش اصلا ده بكره ولا لا. مش يمكن ما يجيش بكره، ويمكن يجي بكره باحلى باكبر من الحلم اللي كنت بحلم بيه. فبقيت اسيبها على ربنا، لاني فهمت ان القلق مش هيغير حاجه. هوجع قلبي على الفاضي وهتعب على الفاضي. لكن دعائي وتوكلي على الله بيغير حاجات كتيرة جدا. انا بس بقول يا رب. التوكل ان انا اسلم حياتي للي ممشيها هتمشي احسن من اللي انا عايزاه. تالت حاجة بقى اني كنت بأجل القرب من ربنا سبحانه وتعالى. خدت خطوة اشهار اسلامي وتدينت، بس مش بالقدر الكافي اللي المفروض اكون عليه. فكنت بأجل، اقول بعدين، لما افضى، لما ارتب حياتي، لما اتحسن شوية. آه، لكن في الحقيقة احنا عمرنا ما هنكون مثاليين، والطريق لربنا بيبدأ بخطوة مش بالكمال. رابع حاجة اني كنت بستهون بالنعم. كنت بركز على اللي ناقصني وبس، ومش شايفة اللي عندي. لحد ما اكتشفت ان في ناس بتحلم بجزء صغير من النعم اللي ربنا مديهاني. يعني تخيل ان في ناس بتتمنى حاجة صغيرة قد كده من كمية النعم اللي انت فيها. رسالتي ليكم النهاردة، لو انت بتسمعني دلوقتي
ما تستناش الوقت المثالي، ما تستناش لما تبقى حياتك كاملة. ابدأ دلوقتي، قرب من ربنا دلوقتي، ادعي دلوقتي، استغفر دلوقتي، استغفر الله العظيم واتوب اليه. لان اجمل قرار ممكن تاخده هو انك تبدأ. دي اهم حاجة، ابدأ دلوقتي. لو رجع بيا الزمن يمكن حاجات كتير كنت هغيرها، لكن الحمد لله ان ربنا يدينا فرصة جديدة كل يوم عشان نبدأ من اول وجديد. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو قولوا الحمد لله على الفرصة والبداية الجديدة، اكتبوها في التعليقات، الحمد لله على فرصة البداية الجديدة. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو، بس دي مش نهاية الرحلة. استنوني في رحلة جديدة وفيديو جديد، بس مش هوصيكم. عايزين لايكات كتير، كومنتات كتير، شير كتير، واشتراكات كتير. الاشتراكات قليلة قوي. اشوفكم على خير.